السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة بقى هنعمل تورت الكنافة بالشوكولاتة والنوتيلا، حاجة كده خطيرة، طعمها جنان، تحفة جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك واشتراك في القناة وكومنت منك كده. وتعالي نشوف احنا هنعمل ايه. بس قبل ما نعمل في اي حاجة، يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالي نشوف التورت الكنافة ده عملناه ازاي. عندي هنا ربع كيلو من الكنافة، كنت حطاها في الفريزر، طلعتها وهي جامدة كده، بتفركيها هتتكسر معاكي بسهولة جدا. لو عايزة تضربيها في الكبة براحتك، بس هي كده بتتفتت معاكي بسهولة خالص. حطيت عليها معلقتين سكر بودرة ونص كوباية من السمنة السايحة. هخلطهم بقى كويس قوي كده مع بعض عشان السمنة تخش كويس في الكنافة بالمعلقة كده، واخلط كويس قوي. طريقة سهلة وبسيطة خالص وهتعجب ولادك جدا. عندي بقى هنا صينية التورت بتاعي، مستطيلة مدورة اللي راح كده. ما عندكيش الصينية دي ممكن تعمليها في اي صينية عادي خالص، مفيش اي مشكلة. ببتدي بقى افرد الكنافة بتاعتي بقى في الصينية، هوزعها كده. واهم حاجة بس اعمل على الجوانب الاول، اعمل لها كده حفة كده من لفوق، عشان لما احط الحشوة بعد كده تكون ده جوه الكنافة، ما تطلعش لبره. هوزع بس كده، وبعد كده اعمل الجوانب كده، اطلع الكنافة على الجوانب من فوق زي ما انتوا شايفين كده. بايدك طبعا افضل حاجة عشان تقدري تشكليها كويس. بشكل كده على الجوانب الاول، وبعد كده اسوي بقى الصينية كلها عادي. بسيطة وسهلة جدا. وطبعا بقى هكون مشغلة الفرن عشان يسخن معايا، عقبال ما انا اكون شكلت الكنافة كده يكون هو سخن. هجيب بقى الهراسة كده او بظهر كوباية اللي متوفر عندك، وهضغط عليها كويس قوي عشان تبقى ديسك واحد كده متساوي، ما تبقاش مفرفطة عن بعضها. هضغط كويس قوي عشان تتماسك معايا كويس بأي حاجة بقى متوفرة عندك. زي كده، زي ما انتوا شايفين كده، ضغطت عليها كويس. وهبتدي بقى ادخلها في الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تاخد لون كده معايا. عقبال ما هي تستوي هنعمل بقى الحشوة بتاعتنا الخطيرة الجميلة. عندي كوبايتين من الحليب، وعندي معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من النشا، ومعلقتين كبار من الكاكاو. هحط بقى السكر والنشا والكاكاو كل دوت على البارد على الحليب، وهبتدي بقى اضربهم بقى بمضرب السلك كده، اضربهم بس كويس كده عشان يفكوا كده مع بعض قبل ما احطهم على النار. اخلطهم بقى كويس كده، وبعد كده حطيتهم على النار على درجة حرارة متوسطة، يعني ما تكونش عالية. وافضل بقى اقلب فيهم لحد ما يتقل كده معايا. حشوة جميلة جدا وطعمها حلو قوي. زي ما انتوا شايفين بقى تقل كده معايا خلاص. هبتدي احط له مكعبين كده من الشوكولاتة. دي اختياري، لو مش عندك الشوكولاتة تقدري تكتفي بالخطوة دي خالص. بس طبعا الشوكولاتة هتديله طعم قوي اكتر وغنى كده، طعم الشوكولاتة يبقى باين فيها اكتر. بعد ما تقلت بقى والشوكولاتة ساحت، شلتها من على النار وهسيبها بقى تهدى كده شوية لحد كمان ما الكنافة بتاعتي تكون استوت. هنا بقى الكنافة كانت استوت، خدت لون معايا كده. الشربات بتاعي حطيت كوباية من السكر عليها نص كوباية من المية، حطيتهم على النار مع نص واحدة من عصير الليمون، نص ليمونة قصدي، عصرتها عليه وسبتهم يغلوا كده 5 دقايق على النار. وبعد كده طفيت النار وسبتهم يبردوا. والكنافة طلعت سخنة معايا والشربات بارد. هبتدي بقى اسقي الكنافة كده بالشربات، مش كتير
لان طبعا لسه في حشوة وشوكولاتة وحاجات كده، فمش عايزينها تبقى مسكرة قوي معايا، يا دوبك بس بسقيها حاجة بسيطة كده طبعا من كل حتة فيها عشان تبقى كلها مسقية كويس. وهسيبها بس تهدى كده شوية، وهبتدي كمان تكون الحشوة بتاعتي هديت كمان، وهبتدي بقى احط الحشوة بتاعتي الخطيرة اللي بالشوكولاتة دي طعمها جنان على بقى الكنافة. حاجة كده خطيرة. هنزل بقى كل الحشوة كده وهبتدي اوزعها على الطرت كله، اسويها كده عشان تبقى كلها حتة واحدة، يعني ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية زي ما انتوا شايفين كده. هسويها كويس واسيبها بقى تهدى كده شوية، والطبقة دي تجمد كده شوية، وبعد كده هزينها بقى من على الوش. بس هسويها اتأكد ان هي اتسوت كده كويس والحشوة دخلت بقت في كل حتة. التزيين بقى بتاعي عندي هنا معلقتين كبار كده من النوتيلا، سيحتهم في الميكرويف او على حمام مية، وهبتدي بقى ايه اوزعهم على الوش كده عشان ازين بيه. ممكن تسيحي شوكولاتة او تحطي صوص شوكولاتة، التزيين بقى اللي انت عايزاه، او كراميل كمان هيبقى حلو قوي. والتزيين بقى كان عندي كده شوية سوداني كسرتهم وحطيتهم كده على الحروف كده، وكان طعمها خطير، ما عادش اساسا لتاني يوم يعني من طعمها وجمالها. يا رب بقى تعجبكم وتنفذوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.